بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي متابعين قناة ماما رحاب يوسف في البيت، السلام عليكم ورحمة الله تبارك وتعالى وبركاته. فيديو جديد عليكم سعيد، يا رب كل أيامكم تكون أفضل من العيد إن شاء الله. بإذن الله نعمل مع بعض الكحك إن شاء الله ويطلع جميل زي ما حضراتكم شفتوا كده. ودي معايا زينب العسل بنتي، ربنا يحميها ويخليها ويخلي لكم أولادكم. ساعدتني وعملت معايا صينية الكحك الجميلة اللي زيها دي. شوفوا عاملة قطة في النص اهي أو كلب، مش عارفة بصراحة. الكحك جميل جدا تبارك الرحمن. شوفوا يا حبيبه قلبي الكحك بسم الله ما شاء الله. لو عجبك الفيديو ما تنسينيش بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصل حضرتك مني كل جديد. شوفوا يا حبيبه قلبي الكحك دايب ذوبان احلى من المحلات، جميل جدا وممتاز. نشوف المقادير مع بعض واعملي زي ما هعمل بالظبط باذن الله. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كيلو من الدقيق، دقيق فاخر زي ما حضراتكم شايفين للبسكوت والكحك. بحطه في طبق استانلس علشان خاطر الحراره الشديده اللي هتبقى فيه الزبده البلدي بتاعتنا دي. يا حبايب قلبي لو انتوا فاكرين الزبده هتلاقوني عاملاها عندكم في القناه. ببدا اجيب يا ست الكل الميزان بتاعي وبصفره على الصفر، بحط الطبق كده وبثبته على الصفر من الزرار الاحمر، وببدا بجيب الزبده بتاعتي زي ما حضراتكم شايفين. طبعا بقول لحضرتك حوشي ووفري من وش اللبن وما تشتريش زبده تعملي بيها الكحك. نبدأ بقى ان احنا ننزل الزبدة بتاعتنا في الطبق ونوزنها. نوزن نص كيلو ومعلقة كبيرة من الزبدة البلدي كده علشان يبقى المقدار ده معانا مظبوط ويكون الكحك بتاع حضرتك ناعم. اللينك بتاع فيديو تسييح الزبدة هسيبهولك في اول تعليق مثبت في الفيديو بتاع النهاردة ان شاء الله. في حلة على النار وهنزل بالزبدة البلدي بتاعتي واسيبها تقدح زي ما حضرتك شايفه كده. المكونات بتاعتي حبيبه قلبي معايا خميره، ومعايا ربع معلقه صغيره من الملح، ومعايا معلقه كبيره مليانه من السكر. بجيب بوله فاضيه زي ما حضرتك شايفه كده وبحط فيها معلقه كبيره مليانه من الخميره، وبحط نص معلقه السكر. ما بحطش المعلقه كلها بتاعت السكر، بحط نص بس. وبحط ربع كوبايه من الماء الدافي اللي هو دافي زي دمعه العين، وبقلب كويس جدا 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 علشان الخميره تتفاعل مع بعضها. ما احطش ميه سخنه قوي علشان خاطر كده هتموت الخميره ومش هتتفاعل. وببدا اغطيها وبسيبها على الرخامه بتاعتي، وبنزل بكوبايه من اللبن المغلي، لكن لازم اسيب اللبن يبرد كويس جدا ويروح منه الدخان اللي حضراتكم شايفينه ده، علشان خاطر ما اللبن الدافي او اللبن المغلي السخن قوي هيموت الخميره. هنا بقول له ادخل جنب اخوك يا غالي، وبسيبه يبرد على الرخامه. هنا بقى يا ست الكل الزبده بتاعتي بتسخن جامد جدا لحد ما تطلع دخان، لكن اوعي تسيبيها تتحرق منك. اول ما تطلع دخان كده بنطفي عليها على طول. عاوزاكم بقى تسمعوا الصوت تبارك الرحمن. بعيدي عنها علشان فوران. بسم الله تبارك الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله. اسمع الفوران. صاحبتي بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. حبايب قلبي اوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وقراءة القرآن ولو آية واحدة والعمل بها وفهمها على مراد الله تبارك وتعالى. بصوا حبايب قلبي انا ما شفتش كحك زي ده ولا هشوف ابدا. اعملي كحك بكل سهوله يعني والله العظيم تحفه روعه. هقول لكم ايه بس، ما حطيتش ولا جنيه في السمنه في الزبده، ما حطيتش ولا جنيه في الزبده. بصوا حبيبي الكحكايه تتاكل قبل ما احط عليها بقيه المكونات. عامله ازاي عامله ازاي. حطي اعملي كحكك كده، سيحي زبدتك، حوشي وش اللبن وسيحي الزبده في قلب البيت، اعمليها مش هتدفعي فيها جنيه. خلاص يا حبايب قلبي كده بقت زي الفل. خلاص معانا اهي تبارك الرحمن. طيب نبدا نعمل ايه بقى، نشوف هنعمل ايه يا ست الكل. هننزل بذره الملح اللي عندنا اهي اهي. طيب وكمان ايه، والسكر بتاعي اهو، بقيت السكر اهو. بصوا بقى الخميره بتاعتي عامله ازاي تبارك الرحمن، عامله ازاي.
عاليه وزي الفل ازاي. شايفه حبيبه قلبي الخميره بتاعتي عامله ازاي. شايفه الخميره تبارك الرحمن. ببدأ أنزل يا ست الكل بالخميرة الناجحة بتاعتي زي ما حضرتك شايفة، وكمان بنزل بكوباية اللبن. أنا فضيتها فوق بقية الخميرة علشان ما هقدرش حاجة، وبدأت إن أنا ألم كده زي ما حضراتكم شايفين. طبعا العجينة بردت خالص وبقت جميلة تبارك الرحمن، بسم الله ما شاء الله. اللهم لك الحمد والشكر على كل نعمك العظيمة، وأقل من كده رضا. بتلم حبيبة قلبي زي ما انت شايفة كده. انا كنت اسمع ان انا لما الم العجين كتير واعجن فيه هيطلع معايا مش ناعم، لكني انا بصراحة عجنته كتير زي ما هتشوفوا، وطلع معايا الكحك زي الفل وناعم احلى من المحلات بره. لو حضرتك عاوزة تخلي طعم الكحكاية مسكر شوية، ممكن تحطي معلقتين كبار مليانين من السكر، لان انا مش عاملة الكحك دوت بالملبن. ببدأ يا حبيبة قلبي زي ما حضرتك شايفة بغطي العجين بتاعي عشان يخمر لمدة ساعة كاملة، وغطيته كمان بملاية غير الفوطة علشان احنا في الساعة زي ما حضراتكم عارفين. طبعا دي المناقيش بتاعتي هي طلعت وحشة جدا، فسامحوني بقى على بعض النقشات اللي هتبقى مش مظبوطة. دي الصينية اللي هرص فيها الكحك بتاعي. طبعا ما بدهنهاش اي مادة دهنية. الكحك تبارك الرحمن العجين بتاعي خمر اهو بقى زي الفل جميل ما شاء الله. لو وصلت معايا حضرتك لحد هنا ما تنسيش بالاشتراك واللايك والشير وتفعيل زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد ان شاء الله. النقشه اللي عدت دي جميله. نبدا بقى نكور العجينه في حجم الليمونه الصغيره، بوزن الليمونه الصغيره، علشان تطلع معايا الكحكايه صغيره وجميله. شوفوا تبارك الرحمن، ولا مشققه ولا فيها اي حاجه وحشه خالص، مفيش تشقق خالص، العجينه ممتازه جدا. احلى لايك منكم بقى. ببدأ اجيب المنقاش بتاعي، ربنا ما كسفنيش في النقشه الحلوه دي، اعملي نفس الشكل اللي انا بعمله ده، هتطلع معاكي جميله وزي الفل. اعملي النقشه اللي تعجبك وتريحك يا ست الكل، كله جميل من ايدك. كفايه ان حضرتك قمتي وعجنتي ونقشتي وخبزتي واكلتي، تسلم ايديك الف مره، وربنا يخلي كل واحده لعيالها وتفرحي بيهم وبشبابهم وباولادهم في حياتك يا رب ان شاء الله. وكل عام وحضراتكم بالف خير وصحه وسعاده. بصي يا حبيبه قلبي، لو انت زي حالتي كده طبعا القلبزات او الجوانتي معرفتش اعمل بيه فقلعته، فسامحوني. انا بنقش بايدي بقى دلوقتي. دي نقشه كمان اهيت، دي تعتبر تاني نقشه او تالت نقشه. زي ما قلت لك انقشي اي نقشه هتطلع جميله من ايديكي تبارك الرحمن. العجينه معايا سهله جدا جميله ما شاء الله. ست كل اعذريني، المناقيش تعبانه، ما توفقتش في شراهم. حضرتك ابقي شوفي المناقيش كويس، ما تجيبهاش من اللي بتنتش العجين او بتبوظه. وببدا دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين بغطي العجين بتاعي بكيس عشان الوش بتاعه ما يقشفش وينشف. العجينه بسم الله ما شاء الله. دي كمان نقشه تالته او رابعه. دي نقشه معتاده احنا متعودين عليها، جميله جدا ما شاء الله. ودي نقشه كمان، دي رقم 5 بيتهيألي. كلها نقشات جميله حبيبه قلبي، والله كان طعمه زي العسل مش محتاج اي حاجه. دي نقشه جديده بقى جميله على شكل شجره، ورقه شجره. نشوف ازاي هنعمل ورقه الشجره مع بعض اهي يا حبايب قلبي. بصي يا ست الكل، انت بتدوريها عادي خالص وبعدين بتعمليها بوز كده من تحت، بتاخديها بسحبه وبتخليها على شكل دمعه العين من فوق اهي، وبالمنقاش بتنزلي عليها زي ما انت شايفه، ما شققتش من اي جنب تبارك الرحمن. اكيد هوريكم كمان واحده كمان على شكل ورقه شجر برضو. زي ما قلت لكم المنقاش بتاعي مش مظبوط فسامحوني. المقادير يا ست الكل ممتازه جدا، مفيش اي تشققات زي الفل. وادي كمان كحكه لشجره برضو تبارك الرحمن، خمر اهوت. وبعد ما غطيته بالاكياس جميل جدا ما شاء الله. اعملوا لايك للقناه علشان ترتفع بحضراتكم، وتقدير للمجهود اللي انا عملته. امشي على نفس الخطوات اللي انا عملتها دي، هيبقى ناجح معاكي جدا وهتدعي لي ان شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبه بقى للتسويه يا ست الحبايب، بولع الفرن بتاعي قبل ما ادخل الصاج في قلبه ب5 دقايق، وبحط الصاج او الصينيه على الرف الاوسط في الفرن بتاعي كمان. وطبعا التسويه على درجه حراره 140، ما تزوديش عن كده علشان الكحكايه تستوي وتبقى زي الفل. شوفي كمان النشا دي جميله ازاي.
وبعد كده حبيبه قلبي بعد حوالي ربع ساعه او تلت ساعه بتشوفي الكحكه من تحت، لو هي اتحمرت وبقى القعر بتاعها كويس واحمر وعجبك اللون، بتطفي البوتاجاز من تحت وبتولعي الشوايه ياخد لون بسيط، بس اوعي يتلهف منك او يتحرق لا قدر الله. الحمد لله حبايب قلبي اهوت بعد حوالي تلت ساعه او نص ساعه في الفرن. شوفوا التسويه تبارك الرحمن جميل ازاي، الكحك بتاعي زي الفل ما شاء الله، تسويه مظبوطه والكحكايه منفوخه والنقشه زي ما حضراتكم شايفين جميله زي ما هي، ما راحتش ولا اي حاجه اهي. شوفي تبارك الرحمن، الله 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 ايه الجمال ده. هفضل من النهارده لحد بكره اقول ايه الجمال ده. طبعا احنا كلنا الكحك وبسم الله ما شاء الله، ما لحقتش حتى ادي واحده بس منه للجيران يدوقوه، لان بناتي تاني يوم بسم الله ما شاء الله كانوا بيسالوا بيقولوا فين الكحك يا ماما اللي انت عاملاه. خلصناه كله والله العظيم من جماله وحلاوته. شوفي يا ست الكل زي الفل. طبعا المقادير دي ان شاء الله انا هعتمدها على طول باذن الله ومش هغيرها ان شاء الله. ده الصاج بقى اللي هو كان فاضل عملته تاني يوم بصراحه. ودي بقى صينيه الاستاذه زينب الجميله الحلوه اللي زيها، استوت وخلت لون جميل جدا تبارك الرحمن. احلى لايك من حضراتكم. شوفي التسويه بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم لك الحمد والشكر يا رب على كل خيرك العظيم علينا يا رب. الحمد لله تسويه جميله زي الفل زي البقلاوه بالظبط واحلى منها. شوفي يا ست الكل جميله جدا الكحكايه، بتدوب دوبان في ايديا، مش مستحمله حتى ان انا اتك عليها. مقادير مظبوطه ناعمه وزي الفل وجميله طعمها حكايه. اعتمدي المقادير دي واعمليها زي ما انا بعملها كده بالظبط هتعجبك. وان عجبك الفيديو لحد هنا ما تنسينيش بالاشتراك واللايك علشان يرفع القناه، ومتشرفه بحضرتك في القناه. لو حضرتك جديده عندي في القناه متشرفه بيكي، ولو حضرتك معايا من زمان طبعا متشرفه ومتنوره بيكي، واهلا وسهلا بحضرتك عندي في القناه في كل وقت. وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. اعملي نفس الخطوات اللي انا عملتها بالظبط كده حبيبه قلبي، وهتاكلي احلى كحك وهتدعي لماما رحاب دعوه حلوه. ما تنسونيش من صالح دعواتكم ليا بالخير وبالصحه ولحضراتكم ان شاء الله. وكل عام وحضراتكم بألف خير وصحه وسعاده، وفيديو جديد عليكم سعيد، ويا رب كل ايامكم تكون افضل من العيد. بصي هنا حبيبه قلبي تبارك الرحمن منفوخه ازاي، بصي انا كسرتها جميله جميله. شوفي منفوخه ومفرغه من جوه وجميله جدا وما بتتعبش خالص، ما فيش اي تشقق زي ما انت شايفه اهو. احلى لايك بقى للمقادير الجميله دي اللي بتنافس المحلات. وادي الصاج بتاعي اهوت كمان بسم الله ما شاء الله. ده اللي انا سبته بالليل طبعا ما قدرتش اعمله، قمت سويته الصبح واحنا بنعمل الفطار. جميل 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 تبارك الرحمن، حاجه حلوه جدا ما شاء الله. تسويه مظبوطه جدا من ورا من تحت من القاع. الله بصي حبيبه قلبي واحكمي انتي. الله الله الله. لايك بقى لماما رحاب واشوفكم على خير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تبارك وتعالى وبركاته.